في حلة على النار، انزلي بمعلقتين كبار من الزيت. اول ما يسخنوا هننزل عليهم بمعلقة صغيرة من السكر، ونبدأ نقلب. هتبدأ تسيح معانا معلقة السكر وتتحول معانا لسائل كده. مع استمرار التقليب هيتحول معانا لكراميل، ويبدأ لونها كده يغمق واحدة واحدة بالتدريج لحد ما يوصل للون ده. هننزل عليها بقى ببصلة متوسطة أو كبيرة على حسب ما بتحبي كمية البصل في الأكل، نكون مقطعينها مكعبات بالشكل ده. هنبدأ بقى نقلب كده ونشوح البصلة بتاعتنا لحد ما تدبل خالص. عايزين البصلة بتاعتنا تتحول للون بني فاتح. معلقة السكر بتاعتنا هتساعد على كده من غير ما البصلة تتحرق وتغير طعم. هنستمر بقى في التقليب. العملية دي ممكن تاخد معانا من 7 ل10 دقايق. هيبدأ لون البصلة يتغير معانا كده بالشكل ده بالتدريج. وعلشان نسرع اكتر من العملية دي هنضيف معلقة صغيرة من الملح، هتساعد ان البصلة بتاعتنا تفقد السوائل بتاعتها بطريقة اسرع، فتتحمر معانا اسرع. هنا الملح بقى هيبدأ يعمل زي فوران كده، ما تقلقوش يعني. هنستمر في التقليب بتاعنا لحد ما نوصل للون الذهبي، هنشوفه كمان شوية. هنبدأ بقى ننزل عليه بتوابل. نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. تقدروا تضيفوا مرق الدجاج لو انتوا حابين، بس هو الرز لوحده كده بيبقى برضو لذيذ. هنبدأ بقى ندي للتوابل بتاعتنا تشويحة كده، نطلع الروايح بتاعتها. ده كده شكل البصلة اللي احنا عايزينه، يعني يكون بني غامق كده بس ما يوصلش لدرجة ان هو يتحرق برضو علشان ما يسيبش مرار في الاكل. هننزل عليه بقى بنص كمية المية بتاعتنا. كمية المية على حسب كمية الرز اللي انت عاملاها. لكل كوباية رز كوباية وربع من المية. طبعا رز من المصري. هنغطي بقى عليهم كده ونسيبهم بتاع 10 دقايق مثلا يغلوا مع بعض، لحد ما البصلة بتاعتنا تنزل لونها كله كده في المية بالشكل ده. هننزل عليها بقى بالرز بتاعنا. هنا انا عاملة كوبايتين من الرز. هننزل بكمية الرز كلها. ونبدأ بقى نديها تقليبة كده. وهننزل بقى بباقي كمية المية بتاعتنا. هنا انا بنزل بالمية بتاعتي كده بالتقدير. لو انت مش هتعرفي تقدري كمية المية كده بالشكل، امشي على المقادير اللي مكتوبة على الشاشة وهيطلع مظبوط معاك ان شاء الله. هنا كان محتاج شوية مية كمان. في المرحلة ديت بقى ابدأي اظبطي الملح بتاعك.
هنسيبه بقى يغلي بتاع دقيقة او دقيقتين كده، وبعدين هنهدي عليه النار خالص ونسيبه لحد ما يتشرب، وهنديله تقليبة وبعدين نغطي عليه مرة تانية ونسيبه بقى لحد ما يستوي للآخر. هيطلع معانا بالشكل الجميل ده. تقدروا تعملوه بقى جنب اي نوع سمك انتوا بتحبوه. بس كده، بكده يكون فيديو النهارده خلص. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، بحبكم.